أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب. آل بيت المصطفى كل الحياة ملؤوها معجزات باهرات. فإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات. أصلي صلى الله أيامنا وأيامكم وجعلها الله إن شاء الله ليالي أفراح ومسرات، خصوصا وأننا نعيش هذه الليلة ليلة ذكرى ولادة شفيعة الشيعة أجمع وهي فاطمة المعصومة عليه السلام. ولا نبالغ عندما نقول أنها هي شفيعة الشيعة بأجمعهم،
كما سيأتي لك إن شاء الله في الحديث عن هذه السيدة الجليلة العظيمة التي قد الكثير منا يجهل عظمة هذه السيدة وقدرها. فاطمة المعصومة هي ابنة الإمام الكاظم عليه السلام، ومنه يأتي بقية السلالة النسبية الطاهرة الهاشمية التي لا يضاهيها أحد على الخلق إطلاقا. وأمها هي تكتم، أم الإمام الرضا عليه السلام، فهي تعتبر خليصة الإمام الرضا عليه السلام، يعني من أمه وأبيه، فالأب الإمام موسى والأم تكتم. وهذه الأم تكتم لها شأن عظيم، فحميدة أم الإمام الكاظم عليه السلام تقول لابنها: لم أرى امرأة مثلها في العبادة والطهارة والنقاء والعفة، وإني لأظن أن الله سيطهر أو سيطهر نسلها إن كان لها نسل. فأعطته إياها وأوصته بها خيرا. بالفعل هذه السيدة الجليلة تكتم كانت في غاية الإيمان والتدين والارتباط بالله عز وجل، حتى أن الإمام بعد ولادتها للإمام الرضا عليه السلام أسماها بالطاهرة. وهذا جانب أيضا احنا بس خلينا نقف كإشارة عليه. أمهات الأئمة أيضا شخصيات ينبغي لنا أن ندرك من هي. ليش؟ لأن احنا عندنا في عقيدتنا أن الإمام لا يمكن إلا أن يتولد عن رحم طاهر. هذه الأرحام الطاهرة لا بد أن نعرف من هي، من أين أتت، ما هي واقعها، ما الذي يمكن أن نستلهمه من خلال معرفة سيرة أمهات الأئمة عليهم السلام. لما نجي نعرف السيدة نرجس أم الإمام المهدي، احنا مرة نعرف أنها أم الإمام فلان، بعض الأحيان حتى أنها أم الإمام ما ندري. وما أريد بعد بصعب شوي، احنا بعض الأحيان الأئمة ما نعرفهم. يقول لي عاد شو هذا صعبة؟ لا، أقول لك مو صعبة ولا بقوية ولا بأمر مستحيل في المجتمع. تعال اليوم امسك لك واحد ابو 14 سنه يقول له عد لي الائمه من علي بن ابي طالب الى القائم المنتظر المهدي. يمكن ما يعرفون، ولو يعرفون ما يعرفون بالترتيب. شوي يبدا ينورقز، مره الامام علي، مره الامام مهدي، مره. هذا الامر ترى في نوع من الخطوره، يعني سابقا كان في تركيز على هذا المعنى. ما يجي واحد عمره يمكن 10 سنوات الا صاير اسماء اهل البيت كالاسم بالنسبه اليه، من كثر ما ان يسمع ويتكرر على ذهنه اسماء اهل البيت عليهم السلام. بينما اليوم على المناسبه اليوم ولاده السيده المعصومه، خلاص اليوم السيده المعصومه يجي يشبك ويا اسبوع، بعد اسبوع تنتهي القضيه ونرجع من جديد، تجي مناسبه ثانيه يشبك مع صاحب المناسبه وينتهي الامر. اذا امها السيده تكتم، والسيده فاطمه المعصومه ولادتها كما نعيشه نحن الليله هو غره شهر ذي القعده، يعني اول شهر ذي القعده من عام 100، في روايتين 37 وفي روايه تقول 38، لكن يقربون أو يؤكدون على 37. ووفاتها في يوم 10 من ربيع الآخر، ولكنها كانت صغيرة السن. هذا راح يجينا
في بيان أوجه الشبه بين فاطمة المعصومة والسيدة فاطمة ابنة النبي محمد. عاشت مع أبيها لحظات مريرة وعصيبة، خصوصا نحن نعرف أن الإمام الكاظم عليه السلام كان ينقل من سجن إلى سجن، يعني شخصية مطاردة سياسيا، ما يستقر في مكان، يدخلون سنتين ثلاثة يطلعونه من السجن فترة ويرجعونه مرة ثانية، ولا مرة سجن بالمدينة ومرة بالبصرة ومرة ببغداد ومرة ما أدري وين. السيدة المعصومة عاشت هذه الاضطرابات مع والدها الإمام الكاظم عليه السلام. أيضا تربت في كنف إمامين معصومين، اللي هو أبوها الإمام الكاظم، ومن ثم بعد أن سجن الإمام الكاظم تولى المسؤولية الإمام الرضا عليه السلام، الذي تكفل بجميع العائلة الهاشمية آنذاك، فهي رضعت من كلا هذين الثديين، ثديي الكرامة والعفة والطهارة والإيمان والإخلاص وما إلى ذلك. في زمن أبيها الإمام الكاظم عليه السلام أطلق عليها الإمام لقبا لم يذكر إلا لابنة النبي محمد. وهو لقب فداها أبوها. هذه الكلمة وهذا اللقب ذكره رسول الله في حق السيدة الزهراء عليه السلام. أيضا الإمام الكاظم ذكر هذا الأمر في حق ابنته المعصومة. شلون؟ يقولون كان هنالك أشخاص من خراسان أو من قوم عندهم مسائل أرسلوها مع أو جاءوهم لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وعندهم هذه الرقعة التي فيها الأسئلة. لما وصلوا إلى المدينة وطرقوا باب الإمام الكاظم لم يجدوا الإمام، فاغتموا لذلك، يعني دخلهم نوع من الحزن. تتخيل، تقصد مو بعد إمام، شخص عزيز على قلبك تقصده يوم من الأيام وتطرق الباب على أمل أنه هو الذي يستقبلك، فجأة تشوف لا والله الرجل مو موجود. شو يداخلك نوع من الحزن، نوع من الأسى، تأسف، شلون جيت ولا شفته، شلون بروح ولا ما التقيته، ومن هالأمور. قالت لهم السيدة المعصومة ما حاجتكم؟ قالوا لها لدينا هذه الرقاق، هذه الأسئلة. أخذتها السيدة المعصومة وأجابت عليها جميعا، أعطتهم إياه، استروا لذلك. في الطريق رأوا الإمام الكاظم عليه السلام، صار الحديث، أخبروه بما جرى، قال أعطوني الرقاق، هذه الرسائل اللي أجابتها السيدة أعطوني إياها. فلما قرأها الإمام الكاظم قال فداها أبوها. ايش معنى؟ يعني ما جاءت به وما كان يجيب به الإمام كاظم. وجه الكرامة في هذه القضية أين؟ أن السيدة المعصومة لم تبلغ 10 سنوات، قامت بهذا الأمر وهي لم تبلغ 10 سنوات. وهذا مو عجيب ولا غريب، خصوصا أنها تغذت من الإمام الكاظم عليه السلام، من هذا البيت الطاهر النبع الصافي. فمن استغرب أن تخرج فاطمة المعصومة هكذا؟ هذا أمر أو لقب من ألقابها. من ألقابها كريمة أهل البيت، وهذا اللقب أعطاها إياها الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. شلون؟ يقولون السيد المرعشي
دأب على زيارة مسجد السهلة. هذه من ضمن الأعمال اللي يريد أن يوفق لرؤية صاحب العصر والزمان عليه السلام، وهي أعمال كثيرة، يعني من ضمنها هذا العمل الذي يريد أن يوفق لرؤية الإمام، أن يقصد مسجد السهلة أو السهلة في الكوفة اللي رايح هناك شايفة قطعا 40 ليلة أربعاء، ويقرأ التوسل ويجعل حاجته هو رؤية صاحب العصر والزمان، وحتما يوفق لذلك. سيد المرعشي عمل هذا العمل، كان يريد أن يرى صاحب العصر والزمان، لكن ليش يريد يشوفه؟ إنها نقطة لطيفة. احنا لما نريد نقول نريد نلتقي بالأئمة ونريد نلتقي بالإمام المهدي، ليش؟ بس عشان يفرج لنا الأمور الدنيوية، يعطينا مصالحنا الدنيوية، أنا محتاج بيت، محتاج سيارة، محتاج مدري شنو، بس عشان يقضون هذه الحاجات، أو لا، هناك أهداف عالية. سيد المرعشي ماذا كانت غايته من وراء لقياه بالإمام المنتظر؟ كان يريد أن يعرف قبر جدته الزهراء، هذه التي لا يعرف لها قبر إلى هذا اليوم، وتعتبر من مظالم السيدة الزهراء عليه السلام أنها لا يعرف لها قبر يزار بين البشر. بالفعل دأب آخر ليلة أربعاء تشرف بلقيا الإمام المنتظر المهدي. قال الإمام في ضمن الحديث: عليك بكريمة أهل البيت. سيد المرعشي افتكر أن الإمام يقصد السيدة الزهراء، فقال له: ما قصدتك إلا لذلك. قال: أقصد فاطمة المعصومة بأرض قوم. ومنها عزم الإمام المرعشي على زيارة قوم، وبذلك يقولون: من أراد أن يزور السيدة الزهراء عليها السلام فليزر فاطمة المعصومة. وهذا للأسف احنا أغلب اللي يروحون إيران ما يعطي قوم ذات قيمة، يعني إذا كلش جزاه الله خير وكثر الله من أمثاله جعلها على نحو المرور، بيروح يزر في أصفهان ولا غيره، فمن ضمن الطريق يمر على قوم يقول: يلا مرة واحدة نسلم على السيدة المعصومة ونكلم. ولا بعضهم يقول: شو دينكم؟ أنا بس جاي حق الإمام الرضا. لا، هذه السيدة العظيمة ترى لها شأن كبير عند الله عز وجل. يكفي أنها كريمة أهل البيت. يعني إيش معنى أنت كريم؟ إذا تقصده يردك. إحنا الآن في البشر ناس عاديين، لما يجي واحد يقول: عليك بفلان، قطعا ما يردك. شلون؟ كريم، معروف بالكرم. فما بالك إذا كان ابن خير الكرام وابنة الأكرمين وهي فاطمة المعصومة عليه السلام، تتوقع تدخل يوم من الأيام وترده؟ شيء ثاني، احنا اليوم لو أعلن أن قبر فاطمة الزهراء عليه السلام في هذه المحلة، بتكتفي انك تروح تسلم وتمشي؟ الله يقول لك: تريد تزور قبر حبيبتي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فزور قبر ابنتها فاطمة المعصومة. إذن هذه كلها أمور علاقات، وراح تعرف أن احنا شقد غايبين وبعيدين جدا عن قضية السيدة المعصومة عليه السلام. إذن هذا اللقب الثاني. اللقب الثالث المعصومة. هذا اللقب المعصومة من أين أتى؟ يقولون في أمرين. الأمر الأول: بما أنها توفيت وهي في حداثة السن، يعني صغيرة سن، فالإيرانيون عندهم إذا كان هناك فتاة صغيرة يسمونها معصومة، فأطلق الإيرانيون هذه التسمية على السيدة فاطمة لأنها ماتت وهي صغيرة.
وفي قول ثاني يقول لا، التسمية جاءت من أهل البيت عليهم السلام، كما عن الإمام الجواد من الروايات التي تبين هذا المعنى. السيدة المعصومة مقامها، يقولون من أبواب الجنة 3 أبواب بيد السيدة المعصومة تدخل بهم جميع الشيعة. هذا اللي قلت لك في بداية المجلس أنها شفيعة لجميع الشيعة. نعم، ترى نحن ندخل ببركتها إلى الجنة. هذا واحد يقول أحد العلماء قال شنو مقامكم مقام السيدة المعصومة، يعني تشفع لأهل القوم؟ قال أهل القوم إحنا العلماء ندخلهم الجنة. السيدة المعصومة تشفع لجميع الشيعة، ولذا إحنا أيضا يكون نلتفت نهتم بمناسبة السيدة المعصومة سواء ولادة أو وفاة، أيضا ارتباطا وعلقة بهذه السيدة الجليلة، بحيث أننا نرتبط بها من قريب أو من بعيد، معرفيا عاطفيا عقائديا. شوف هذه المرأة شنو قدمت، شنو عاشت من أحوال من قضايا، ونبتهل إلى الله عز وجل بهذه السيدة الجليلة أن يمن علينا وأن يقضي جميع حوائجنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ولها الفخر والثناء المكرر، أصبحت جنة الحياة وتدعى عشها للرسول في الدار تذكري، حوزة العلم في حماها تجلت، وبالأساطين والمراجع تزخر، قبرها صار موئلا وملاذا، وبها كل مسر يتيسر. الله والكرامات لا تعد وتحصى، وبها صفو كل عيش مكدر، كأبيها باب الحوائج تقوى، عندها كل حاجة تتعسر. عمها المجتبى إمام كريم. طبعا يكون جدع، بس هذه من الاشتباهات اللي دائما احنا نشتبه بها. الإمام الحسن جد السيدة المعصومة، هو فقط عم للإمام السجاد، وإلا بقية الأئمة وجد لهم كما الإمام الحسين عليه السلام. جدها المجتبى إمام كريم، وعطاياه لا تحد وتحصر، وهي تدعى كريم
شك وعلى فضلها الكريمة تشكرون. واسمها شعار في الأنام بفخر ولها ينظم المديح وينذار شأنها قد سما جلالا وقدرا واجتباها الإله من عالم الذر. وحباها حلما وقلبا صبورا وجميل العقبى لمن قد تصبروا شأنها شأن فاطم بنت طه فهي كالنور واضح ليس ينكر. فبذي قعدة بأول يوم ولدت فبذي قعدة بأول يوم ولدت والبشير صاح وبشروا هي أخت الرضا علي بن موسى وأبوها الإمام موسى ابن جعفر. علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. لا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسني فصرت من ذي وذا وأبا حسني. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات
وطينتي عجنت وطينتي عجنت وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني طالعت تاريخ الكمات من الزمان الأول وقرأته قراءة المتأمل فوجدت في صفحاته بالخط الجلي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي صل وسلم عليك يا رسول الله. نسألك اللهم أن ندعوك بحبل الخلق إليك فاطمة فيها يا الله وبحق سيدتنا فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت إلا ما قضيت حوائجنا للدنيا والآخرة يا رب العالمين شافي وعافي جميع المرضى شافيا بشفائك عافيا من بلائك البسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا بحق مريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين ووفقنا لزيارة الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك وعلى أخيك قمري العشيرة العباس بن علي بن أبي طالب وعلى أختك الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها الإمام الغريب المدفون بأرض قوس بلغنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. والسلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان بلغك الله ما وعدك من النصر وظهور الأمر وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك وتحت لوائك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ومرضاته. اللهم اجعله راض عنا برضاك يا كريم. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعلهما خالصين لوجهك الكريم، آمين يا رب العالمين. إخواني الحضور المؤسسون، اللهم تقبل أعمال الجميع فهم بأنفسهم ومن يلوذ بهم إلى الحق، آمين. وإلى موتاهم وموتانا